معنا في قناه وصفات سكينه. اليوم غادي نقدم لكم اصابع بالنشا بالشوكولاته. بالنسبه لهاد الاصابع كيجيو خفاف وكيذوبوا في الفم، وما كيحتاجوش منا مقادير بزاف وما كياخذوش منا وقت كبير. وغادي نحتاجوا لهاد الاصابع 85 غرام ديال النشا، غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبده سبيسيال، 125 غرام ديال السكر كلاصي، نص ساشي ديال الفاني، وشوكولاته سوداء للتزيين، الدقيق حسب الخليط. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. دابا غادي نخدموا الزبده. ضروري الزبده خاصها تكون بحراره المطبخ. غادي نخدموها هي وسكر كلاصي. ناخذ سكر كلاصي مغربل. فبالنسبه لهاد الاصابع هادو ما تيبغيوش نديرو اي زبده، فلازم نديرو زبده سبيسيال هي باش كيجيونا مزيانين. صافي غادي نخدمها بحال هكايا حتى كنحصلوا على واحد الكريمه. كنبقاو كنخدموا في الزبده مع السكر كلاصي او سكر ثقيل حتى كيندمجوا مع بعضياتهم وكنحصلوا على واحد الكريمه. صافي بحال هكايا. صافي كنخدموها بحال هكايا. دابا كيف ما كتعرفوا الجو بارد، الزبده كتبقى قابطه في روحها. صافي بحال هكا. دابا غادي نضيف الفاني. انا خدمت بهاد المقادير هادو، كيف يمكن لكم انكم تضاعفوا المقادير. صافي كنخدموا بحال هكا مزيان. دابا غادي نضيف لها مايزينا كيف ما كتشوفوا معايا الزبده كيفاش ولات. صافي دابا غادي نصب النشا. وعن جد كيجيو هاد الاصابع لذات ورطبين كيذوبوا في الفم. صافي دابا غادي نضيف الدقيق بشويه بشويه. الجهد اللي غادي يجمع لينا الخليط. كيف ما كنعرفوا ان الدقيق كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش لينا الخليط. صافي كنضيفوا على حسب الدقيق. المهم حنا خاصها غير تجمع لنا صافي ونحبسوا. صافي انا غادي نضيف مزال الدقيق هنايا. ما خاصهاش تجينا قاصحه حيت غادي تولي تشقق لنا وما غاديش يجيونا مزيانين. صافي هو الخليط ديالي بدا كيتجمع. نضيف غير شويه. صافي ها هي العجينه ديالتي بعد ما تجمعات كيف ما كتشوفوا معايا. صافي دابا كنوجدوا الصفيحه ديالتنا وكناخذوا واحد البوق على هذا الشكل هذا اللي كيكون مسرح من هنايا من التحت وهنايا فيه سنينات واللي غادي نخدموا به هاد الاصابع هادو. دابا غادي ناخذ شويه ديال العجينه بحال هكا كندهنوه بعدا بشويه ديال الزيت. صافي وكناخذوا بحال هكايا. صافي كنخدم بحال هكايا. نحاولوا نجيبوا اصابع مقادين.
هاي فاش كيبان لينا هذا بدا كيخرج هكا معوج بحال هكا كنقطعوه عادي، وعاد كنكملو بحال هكا باش كيجينا واحد كيجيونا اصابع مقادين بحال هكا على هذا الشكل، وكنقطعوه بالبوق. كنوصلو للاخر كنقطعوه بالبوق. نتوما تشوفوا معايا بحال هكا كنخرجو صافي. ملي كنجيو هنا كنقطعوه بحال هكايا صافي. دابا بعد ما كملنا الاصابع ديالنا، دابا غادي ندخلوهم على فرن مسخن حتى ما خاصهمش، على فكره ما خاصهمش يتحمروا، غير نحسوا بهم الجناب ديالهم شويه، دوك الجنيبات شويه بداو كيتحمروا ونحيدوها، حيت هاد الحلوه كتبغي تبقى بيضه، ماشي خاصها تحمر غير شويه من التحت. وهذا كيبداو كيبانوا لينا الجناب تحمروا صافي ونحيدوهم. اما الوجه ديالها خاصها هي اصلا كتبغي تبقى بيضه باش كيجي داك الشكل ديالها زوين. دابا غندخلوهم الفرن ونتلاقاو ان شاء الله منين يطيب. الحلوه ديالتنا بعد ما كنخرجوها من الفرن كيف ما كتجي، كيف ما كتشوفوها معايا دابا كيفاش كتجي، كيبقى الشكل ديالها بيض. وهاد الجنيبات هادو اللي ملي كيبانوا لينا الجنيبات تحمروا صافي عاد كنخرجوها من الفران. الوجه ديالها ما خاصوش يكون محمر، حيت هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي صافي. دابا غادي نخليوها حتى كتبرد، حيت دابا الا قصناها دابا كتهرس كامله، كتهرس. كنخليوها حتى كتبرد تماما، عاد نتلاقاو ونشوفوا طريقه الزين. صافي كناخذوا بعد ما كيبردوا كناخذوا الشوكولاته مذوبه على بان ماغي بحال هكا. ممكن اننا نلاصقوهم بكونفيتور، عاد الجناب نزينوهم بالشكلاط صافي. كنديروا بحال هكايا وكنحاولوا اننا باش ما نوسخوش الوسط، غير الريوسه ديال الحلوه اللي كيجيو مزينين بالشكلاط بحال هكايا. كنوضعوا واحد البلاستيك بحال هكايا وكنوضعوا فوقهم وكنخليوه حتى كينشف، وعاد كنزولوهم ونقدموهم صافي بحال هكايا صافي. كنجيبو بحال هكايا غير خط بحال هكايا، نحاولوا نجيبو مقاد على هذا الشكل هذا صافي. دابا كنقلبو، نحاولوا اننا نخليو الوسط نقي صافي. كنستفوهم بحال هكايا فوق البلاستيك وكنخليهم حتى كينشفوا. انا غادي نكمل بحال هكايا حتى كنسالي. هذا هو الشكل النهائي ديال الاصابع بالشوكولاته والنشا، كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تروقكم وتنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا جيم فيديو، تبارطاجيو مع صحاباتكم، تابوناو معنا في لاشين باش توصلوا دائما بالجديد ديال الوصفات سكينه بصحتكم وراحتكم. الى وصفه اخرى ان شاء الله.